انا بحب ابن عمي. انت مين بيقول لك اخبار؟ انت مراقباني من زمان تقريبا، من رابعه ابتدائي. معلش نستحمل يا ابني. لا على فكره انا كمان كنت في رابعه ابتدائي بحب ابن عمي، والله ده حب بريء عادي ما فيهاش حاجه يعني. عيب يا دكتور، ده اعراض ناس مش لعبه هي. احنا كنا قرايب بقى، مش هحب قرايبي. هو انتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ وانا حاليا في اولى جامعه. يا لهوي، سرك في العروسه دي زي القمر، ما فيهاش غلطه يا شام. ده بقى لها مثلا 12 سنه، احنا بنتكلم في 12 سنه مثلا مينيمم. طب تعرف ان ام شربق دي 19 سنه بس؟ اوه ام شربق تين ايجرز. وهو في سنه رابعه جامعه كمان. وكاتمه حبها، اعترفت له ان انا واعترفت له بحبه من حوالي شهرين. كاتمه 12 سنه. انا يا اما الاقي اللي يشخلعني ويدلعني، يا اما قعده الخزانه ولا جوازه النداء. وده بعد ما كنت متاكده من شعوره ناحيتي. هيحكوا الناس عليه، هيقولوا شوفوا حبوا بعض قد ايه. يا ابن اللعيبه انت جيت هنا قبل كده؟ لا ده ماما كانت بتيجي وكانت بتجيبنا معاها واحنا صغيرين كل خميس نتفرج يعني. وانه بيبادلني نفس الشعور، وهو رد عليا طب طالما هو بيبادلك نفس الشعور هو ما بداش ليه؟ 12 سنه. ابويا يا ست، ابويا الله يسامحه جايب لي عروس. بس يا وليد عيله صبوره، صبر ما شفتوش في حته. صحيح، طولت البال تناول الامل، جت اللحظه اللي كنت مستنيها من زمان. وقال لي ان هو خايف عليا ومش هيقدر يقول لي اه او لا. خلاص يا اخويا خلي ابوك ينفع. ايه يعني هو عايز ايه؟ الصراحه احترمته جدا. ليه احترمتيه؟ عشان عايز 12 سنه زيها. ما هو دي العيله دي مطوله شويه. انا مش قادر اقول اه او لا، ميبي يس ميبي نو. يا بنت اهدي وصلي على النبي، هتقعدي تاكلي في نفسك. كان مستخبي لنا فين ده كله؟ المهم ايه، سكت وعدينا الموضوع مع اني كنت زعلانه بس فرحت بخوفه عليا. ذكاء محدود، ربنا معاكم. وعدى الموضوع، وبعدها بشهر كان بيكلمني يطمن عليا عشان كنت تعبانه. هكون جنبك لغايه لما تقومي بالسلامه ان شاء الله. وطولت معاه في المكالمه، وكان بيسالني عن الكليه وكده. وبعد كده قال لي ان هو بيحبني وعدى الموضوع وتمام، وكل واحد اتاكد من شعوره ناحيه التاني. ومن يومين قال لي ان هو خايف عليا ومش عايز اننا نكمل حتى لو دلوقتي. خايف اي مشاكل تحصل تاثر على حياتنا بعدين، سواء كملنا او ما كان. وانا متشائم. اولا انت طالما حضرتك شفتي ان هو بيبادلك نفس الشعور، ما استنيتيش ليه لما هو اللي يقولك؟ ما اقدرش. هو اصلا الموضوع ده عبث. انت بتحبيه ازاي من رابعه ابتدائي؟ انت عديتي دي عادي، احنا بنتكلم في منطق. واحده بتحب واحد من هم في رابعه ابتدائي، وبعدين قال لها اوكي بس انا خايف اقول لك قال لها اوكي بعد 12 سنه، بعد 12 وبعدين تاني. مال انا ومال الكلام ده؟ مال انا؟ اتكلموا مكالمه بالليل طولت. عارفه المكالمه بتاعت بالليل؟ انا حلمت بيك امبارح، انت كويسه، ودخلنا بقى. استنى، انت حلمت بيا؟ لا انا بقرا المعوذتين قبل ما انام. بعدين انا بحبك. طب نرتبط بقى. لسه هنقول ايه؟ لا ما هو لا انا مش لا انا خايف عليك. لا برضه. ايه ده؟ على العموم ولا يهمك، سيبيه يستوي على نار هاديه، ولا اقول لك نجيب له حله بريستو. بعدين بتقول لك هو مش عايز اي مشاكل تحصل لي. الصراحه انا خايفه اظلم نفسي. انت كل ده مش ظلمه؟ 12 سنه غبيه زي ابوها. عايزه تعرفي تعملي معاه ايه؟ ولا حاجه. بص، هو ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى. ابتلاء، نقول الحمد لله والحمد لله. في نظريه اسمها نظريه الولا حاجه. نظريه الولا حاجه دي بتاكل مع الرجاله قوي. يا الله، معقول؟ ايه بقى نظريه الولا حاجه دي؟ انك انا ما بعملش معاها حاجه، بس لو كلمتك ترد على تليفون. لو هنفترض انه البني ادم ده اسمه محسن كلمني، انا برد بأدب، مكالمه قصيره، بخلص بقول له مع السلامه، ولا حاجه. يا باشا هو شعبان ده بيعرف يعمل حاجه؟ ده مدهو. قابلني في اي حته، في اي شارع، في اي نادي، في اي الولا حاجه بعمله اهلا ازيك يا محسن، عامل ايه، اخبارك ايه، اخبار والدتك ووالدك والحاجه عامله ايه، اللهم صل على النبي، مع السلامه. الولا حاجه. قطع وقطعت سيرته. قالوا في الامثال ما يذلش الراجل الا الراجل اللي زيه.